أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كنا في الجغرافيا وقفنا عند تضاريس العالم. النهارده هنكمل ونشرح درس المناخ والنبات الطبيعي في العالم. تمام؟ طيب نبدأ بقى كده الأول واحنا هنتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي. بس في البداية رجاء إن تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتشرفنا بتعليقاتك واي طلبات انت عاوزها اكتبها في التعليقات. طيب نبدا الاول نتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي في العالم. طيب خلينا نبدا كده مع بعض. المناخ والنبات الطبيعي في العالم. الاول عندي اول حاجه تعريف واحد في الدرس ده بيتكلم بيقول لي ما المقصود بالاقليم المناخي؟ اقول له منطقه محدده على سطح الارض ليها خصائص مناخيه من حيث الحراره والرياح والامطار. يعني الحراره زي بعضها، الرياح زي بعضها، الامطار زي بعضها. تمام. هنا هل الاقليم المناخي لازم يكون كله في قاره واحده او في مكان واحد؟ لا طبعا، ممكن يكون في اكتر من قاره. ما دام الحراره زي بعضيها والرياح زي بعضيها والامطار زي بعضيها تبقى خلاص بيتشابه كل اقليم مناخي ونقول عليه اقليم مناخي واحد. طيب ايه اللي بيخلي بما تفسر تتنوع الاقاليم المناخيه من قاره لاخرى او داخل القاره نفسها؟ وفقا لعده عوامل: الموقع الفلكي والموقع الجغرافي والتضاريس. طيب نبدا الاول ان نقسم العالم الى كم اقاليم؟ الاقاليم حاره، اقاليم معتدله، واقاليم بارده. ونرجع نقسم الاقاليم المعتدله، اقاليم معتدله دافئه واقاليم معتدله بارده. طيب الاقاليم الحاره تبدا منين لفين؟ الاقاليم الحاره تبتدي من دائره عرض 30 شمالا الى 30 جنوبا. تمام؟ طيب دي اقاليم حاره. يا ترى الاقاليم الحاره دي هو اقليم واحد ولا بنقسمه؟ احنا هنقسمه لاربع اقاليم. في ثلاثه عندنا في المنهج في الشرح اللي هو اقليم استوائي وشبه استوائي، اقليم مداري، اقليم موسمي، والرابع اللي هو الاقليم الصحراوي مش علينا كشرح في المنهج بتاع ثالثه اعدادي. طيب دي الخريطه بتاع الاقاليم الحاره. خلينا نمشي كده ونتكلم عنهم. اول حاجه الاقاليم المناخيه الحاره. الاقاليم المناخيه الحاره نتكلم عن ايه؟ الاقاليم المناخيه الحاره احنا كده بنتكلم عن اول اقليم اتكلم عنه اقليم استوائي وشبه استوائي. طيب الاقليم الاستوائي شبه الاستوائي ماله؟ الموقع بتاعه قال ياخد من 0 ل 10 شمال وجنوب دائره عرض الاستواء. طب لو جالي وقال لي من 10 ل 10 برضه صح. تمام. طيب ده الموقع الفلكي بتاع الموقع الجغرافي بتاعه موجود في قاره افريقيا، موجود في قاره اسيا، موجود في قاره امريكا الجنوبيه. افريقيا حوض الكونغو، اسيا جزر اندونيسيا، امريكا الجنوبيه حوض الامازون. وده كله هشوفه على الخريطه دلوقتي. طب الخصائص المناخيه: حراره مرتفعه وامطار طول العام. امطار شغاله طول السنه وحراره مرتفعه طول السنه. طيب الخصائص النباتيه: بما ان في حراره مرتفعه وامطار شغاله طول السنه فالغابات السويه، لانه هو اقليم استوائي تبقى غابات السويه، والاشجار هناك كثيفه متشابهه. اهم اشجار المطاط والموز. الحيوانات: الزواحف، الطيور، الحيوانات المتسلقه. الحيوانات المتسلقه بقى زي القرود وغيرها. طيب ده كده شوف تعال على الخريطه. يا ترى عاوزين نشوف هنا على الخريطه فين الاقليم الاستوائي؟ قلنا موجود في ثلاث اماكن. فين؟ قلنا في قاره افريقيا المنطقه دي سميها حوض الكونغو. في امريكا الجنوبيه في المنطقه دي حوض الامازون. طيب في اسيا المنطقه دي بنسميهم جزر اندونيسيا. ماشي؟ طيب ادي الثلاث اماكن الموجودين فيهم. طب انا عارفه منين؟ من دائره عرض الاستواء. هو بيعدي عليه دائره عرض الاستواء. طيب بعديها عندي اقليم المداري الحار او بسميه الاقليم السوداني. بياخد من 10 ل 18 بيكمل بعده من 10 ل 18 شمال وجنوب دائره عرض الاستواء. طيب موجود في افريقيا، موجود في امريكا الجنوبيه، موجود في استراليا، موجود في اسيا، موجود في امريكا الشماليه. باقي مين مش موجود فيها؟ الباقي قاره اوروبا. تبقى يوجد في كل القارات ما عدا قاره اوروبا والقاره القطبيه الجنوبيه. طب موجود في افريقيا شمال وجنوب الاقليم الاستوائي يعني فوقيه وتحتيه، وبرضه هنشوف على الخريطه. موجود في امريكا الجنوبيه شمال وجنوب الاقليم الاستوائي.
موجود في استراليا شمال القاره، موجود في اسيا جنوب غرب القاره، موجود في امريكا الجنوبيه، موجود في امريكا الشماليه بعض الاجزاء جنوب القاره. طب الخصائص المناخيه حار ممطر صيفي جاف شتاء، يعني في الصيف حار وفي مطر وفي الشتاء مفيش امطار. الاشجار اقل كثافه وتشابك من الغابات الاستوائيه. طب ليه يا مستر؟ لان الامطار في الصيف. طب الاقليم الاستوائي اكثر تشابكا لان الامطار طول العام، والحشائش هنا حشائش السافلة. خلينا كده نشوف على الخريطة. الخريطة عندي موجود فين؟ هنشوف ادي امريكا الجنوبية. امريكا الجنوبية شمال وجنوب الاقليم الاستوائي فوق وتحتيه. افريقيا شمال وجنوب الاقليم الاستوائي فوق وتحتيه. استراليا شمال القارة، خلي بالك شمال مش اقصى الشمال، يعني في حتة بعديها هتبقى موسمي. طيب امريكا الجنوبية بعض الاجزاء الجنوبيه في القاره تبقى دي موجود في قاره امريكا الشماليه، موجود في امريكا الجنوبيه وفي افريقيا. وادي عندي استراليا وموجود في اسيا هنا جنوب غرب القاره اللي تعتبر منطقه اليمن. طيب القاره اللي مش موجود فيها يا مصر قلنا قاره اوروبا والقاره القطبيه الجنوبيه. الاثنين دول هو مش موجود فيهم الاقليم المداري. طيب بعده هنتكلم عن الاقليم الموسمي. الاقليم الموسمي وافي ممتد في اسيا واستراليا وافريقيا 3 اماكن: الهند وشبه جزيره الهند الصينيه اللي هي جنوب الصين، استراليا اقصى الشمال، افريقيا هضبه اثيوبيا وجزيره مدغشقر، وده دايما بيجي في الامتحان. طيب خاصه المناخيه بتاعتهم حراره مرتفعه غزيره المطر صيفي. تبقى هو الاقليم الموسمي هو الاقليم المداري، بزود كلمه غزير المطر. طيب والشتاء جاف. طيب الغابات هناك غابات موسميه. ليه؟ لانه اقليم موسمي. طيب بسبب تنمو بسبب غزاره الامطار صيفا. الاشجار هناك جزرين. الحشائش السافل. خلينا نشوف كده بالنسبه برضه الخريطه بتاعتنا ونرجع لها كده ونشوف الاقليم الموسمي. ادي الاقليم الموسمي موجود فين يا مصر؟ تعال نشوف ال3 اماكن او ال3 قارات اللي موجود فيهم. 3 قارات قال لي هتلاحظ بقى ان هو مرتبط بالميه الاقليم ده. طيب في افريقيا ادي دي جزيره مدغشقر ودي هضبه الحبشه. طيب الاثنين دول مع بعض اقليم موسمي موجود في الهند وجنوب الهند جنوب الصين شبه جزيره الهند الصينيه المنطقه دي جار الميه. استراليا اقصى الشمال اخر استراليا في الشمال. ماشي. طيب ده بالنسبه لايه؟ لل3 اقاليم. وجه الشبه قلنا خلي بالك في وجه شبه بين الاقليم الموسمي والاقليم المداري من حيث الخصائص المناخيه. طيب الاثنين صيف حار ممطر وشتاء جاف. طيب يعني الاثنين الصيف حار وفي مطر والشتاء جاف. خصائص النباتيه تنمو حشائش السافانا، يعني الاثنين فيهم حشائش السافانا. طب بيقول لي هنا سؤال بما تفسر تتدرج حشائش السافانا في الطول بسبب تدرج المطر. مطر كتير تبقى هي طويله، مطر قليل تبقى هي قصيره. طيب تعتبر حشائش السافانا حديقه حيوان طبيعيه. ايه السبب؟ تعيش بقى حيوانات اكله العشب، حيوانات اكله اللحوم. يجي لنا بقى الحل كده تشد ضربات مع بعض. ما المقصود بالاقليم المناخي؟ الاقليم المناخي منطقه محدده على سطح الارض تتشابه في الخصائص المناخيه. خصائص ايه؟ المناخيه من حيث الحراره والرياح والامطار. تعتبر حشائش السافانا حديقه حيوان طبيعيه يعيش بها حيوانات اكله العشب وحيوانات اكله اللحوم. طيب عندي
ننسب الاشجار والحيوانات التي لها اقليم المناخ التي تنتمي اليه. ما هو اقليم؟ طبعا اقليم استوائي. طيب القردة طبعا استوائي. جوز الهند، عندي جوز الهند اقليم ايه؟ اقليم موسمي. الطيور استوائي، تعيش في الاقليم الاستوائي. في اي القارات في اي القارات يقع الاقليم المداري الحار؟ قلنا المداري الحار موجود في كل القارات، يعني موجود في افريقيا شمال وجنوب الاقليم الاستوائي، وعندي موجود في امريكا الجنوبيه شمال وجنوب الاقليم الاستوائي، موجود في اسيا جنوب غرب شبه الجزيره العربيه. طيب موجود في استراليا شمال استراليا. تمام؟ موجود في افريقيا وموجود في امريكا الجنوبيه وموجود في اسيا وموجود في استراليا. تمام؟ كده ونكمل بقى مع بعض ونخش على الاقاليم المعتدله الدفيئه. قلنا الاقاليم المعتدله نقسمها اقاليم معتدله دفيئه واقاليم معتدله بارده. اقاليم معتدله دفيئه تبدا من دائره عرض كام؟ من 30 ل 45 كلهم زي بعض، من 30 ل 45 شمال وجنوب دائره عرض الاستواء. طب هم كم اقليمين؟ اثنين، واحد في الغرب وده البحر المتوسط، واحد في الشرق وده الاقليم الصيفي. خلينا كده دي الخريطه بتاعتنا لما نحتاجها هنرجع لها. قال لك الاقاليم المعتدله الدفيئه. واحد واحد كده مع بعض نخليه. اول اقليم اتكلم عنه اقليم البحر المتوسط. اقليم البحر المتوسط الموقع بتاعه قال يوجد في العروض المعتدله ما بين درجه عرض من 30 ل 45 شمال وجنوب، موجود في غرب القارات، في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، واستراليا. تبقى يوجد في كل القارات المولى بالسكان ما عدا القاره القطبيه الجنوبيه دي مش موجود فيها سكان. طب في افريقيا فين؟ سواحل المغرب. في اسيا فين؟ سواحل الشام وتركيا. في اوروبا فين؟ سواحل البحر المتوسط. امريكا الشماليه فين؟ في الغرب ولايه كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكيه. امريكا الجنوبيه فين؟ في الساحل الاوسط في شيلي. استراليا فين؟ جنوب الغرب. وده هنشوفه على الخريطه. هنشوف كده على الخريطه بتاعتنا عشان ما فيش حاجه تتوه مننا. انا بقى كده وهلاقي هو موجود فين؟ موجود في غرب القارات. طب دي قاره افريقيا شمال اهو، شمال قاره افريقيا بلاد المغرب. في اوروبا على ساحل البحر المتوسط في الجنوب. في اسيا في بلاد الشام وتركيا. استراليا جنوبها الغربي اهو اقليم البحر المتوسط. امريكا الشماليه المنطقه دي اللي هي في الولايات المتحده الامريكيه وهي كاليفورنيا. امريكا الجنوبيه الساحل الاوسط في شيلي. تمام؟ ولازم تلاقيه هم كلهم قصاد بعض اهو، قصاد بعض 30 45 سواء في الشمال او في الجنوب. طيب الخصائص بتاعته بقى، الخصائص المناخيه، انا هوصف المناخ بتاع اللي احنا عايشين فيه. حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. الغابات هو اقليم البحر المتوسط، تبقى غابات البحر المتوسط. اشجارها دائما الخضر، اشجار خضر على طول. اما اشجارها الزيتون، الحشائش اللي السبس ودي بتنمو بالقرب من غابات البحر المتوسط. اهميتها تستغل كمراعي طبيعيه، يعني كمراعي الحيوانات. تعرف في امريكا الشماليه باسم حشائش البريق. تمام؟ طب الغابات، غابات البحر المتوسط اهم شجر الزيتون، اشجارها دائمه الخضره، والحشائش السبس واهميتها تستغل كمراعي طبيعيه. وحشائش السبس بيعرفوها في امريكا الشماليه باسم البريق. عندي بعديها الاقليم المعتدل شرق القارات الصيني. اقليم معتدل شرق القارات ممكن نقول عليه اقليم معتدل شرق القارات، ماشي، وممكن اقول عليه اقليم صيني. ينفع ده وينفع ده. طيب موجود فين؟ من 30 ل 45 زي بتاع البحر المتوسط في نفس العروض اللي هو موجود فيها. طيب بس الصيني موجود في الشرق قصاده البحر المتوسط موجود في الغرب، موجود في اسيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، وقاره استراليا. طيب موجود في اسيا فين؟ الشرق الصيني،
موجود في امريكا الشماليه فين؟ جنوب شرق القاره. موجود في امريكا الجنوبيه فين؟ جنوب شرق القاره. موجود في استراليا جنوب شرق القاره. طيب الخصائص المناخيه: الحراره مرتفعه صيفا ومنخفضه شتاء. الامطار طول العام وتزداد صيفا. امطار طول العام زي الاقليم الاستوائي. طيب الغابات: غابات الاقليم الصيني وهو اقليم صيني. طيب دائمه الخضره زي بتاع غابات البحر المتوسط، من اهم اشجارها الصفصاف والبرود. الحشائش السبس، ودي تنمو بالقرب من غابات الاقليم الصيني. طيب وجه الشبه: خلينا كده الاول نروح على الخريطه نشوف الاقليم الصيني على الخريطه ونرجع تاني. الاقليم الصيني هنا على الخريطه فين؟ بص معايا، هنا في اسيا جنوب شرق الصين. طيب امريكا الشماليه جنوب شرق القاره. امريكا الجنوبيه جنوب شرق القاره. طيب موجود في افريقيا في الشرق اهو. موجود في استراليا جنوب شرق القاره. تمام. هنرجع كده للاسئله بتاعتنا. بني مواقع الشبه بين اقليم مناخ البحر المتوسط والاقليم الصيني من حيث الخصائص النباتيه. كله منهما تنمو في حشائش السبس والاشجار دائمه الخضره. الاشجار دائما خضراء. تمام. ما هي خصائص الاقاليم المناخيه لاقليم مناخ البحر المتوسط؟ الخصائص المناخيه: حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. تمام. كده على الاقاليم البارده، الاقاليم المعتدله البارده. عند النقطه دي كده هنقف ان شاء الله، نكمل المره الجايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.